أهلين أهلين بالغوالي، وش راكم؟ شلونكم؟ لاباس؟ صحتكم مليحة؟ أيامتكم سعيدة. قبل ما نكمل الجزء تاع اليوم حبيت نقول لكم باللي من اليوم ما نقدرش نزيد نكمل لكم الأجزاء في اللهنا، يعني في هذه القناة. للأسف تعرفوا باللي كل مرة يجيني إنذار ويجيني انتهاك خصوصيات اليوتيوب. ماشي فاهمة منين راني ننتهك انايا الخصوصيات، منين راني واش راني ندير؟ مانيشي فاهمة. الناس اللي راهي تجري موراي ودير لي في السينيال شو نقول لهم؟ ربي وكيلهم برك. وحبيت نوجه لهم كلمة ونقول لهم باللي نينا واقفة بجيشها، بالناس اللي يحبوها، بفراشاتها، بالناس اللي وين تروح يكونوا معاها، وانتم موتوا يا الغيارين. والبنات، الحكاية راح نكملوها وراح نحط لكم الرابط إن شاء الله في التعليقات، وإن شاء الله نلقى تفاعل وين راح نروح، وإن شاء الله وين نروح نلقاكم معايا، وربي يخليكم ليا يا أروع وأجمل ناس رزقني بهم ربي والله العظيم. يلا نصلي ونسلم على خير المرسل محمد صلى الله عليه وسلم ونكمل الحكاية. كان هو مكرز على سنانه ويعيط، وليت مام أنا يكرست نضت ليه؟ واش مازال تحوس عندي؟ قل لي برك واش مازال تحوس عندي؟ قال لي نحوس على رضايتك. وقف هكا جبت سلسلة كارتي من جيبو وقرب من عنقي، دارها لي وبقى يشوف معايا. ضحكت وانا نستهزأ به، كون كل ما نزعف اجيب لي كادوات، نودع الفقر نهائيا. قال لي اطلبي واش تحبي انت يا الجائزة الكبرى تاعي. راني وصلت للسما وديت القمر بنفسه. نضحك انايا. المهم وصلت للسما، لا هربت لك تلقى النجوم. قال لي واش قصدك بالهضره هذه؟ ما نحب حتى النجمه انايا نشوف الفوق، لاني ما نقبلش بالقليل. شفت مع السنسلة قلت له يعطيك الصحة. السنسلة تهبل على بالك كي شفتها نسيت الرعب اللي عيشتهولي، نسيت كلامك الجارح هذاك الخذلان اللي درتهولي، اللي حسيت بيه. وهذا كامل نساني فيه كي عرفت واش كاين في عقلك عليا. كامل تلاشى وراح. قمر احكي نورمال، منحبش الالغاز انايا. ايه عندك الحق. مما نسيت نقولك، نسيت حتى الخبطة اللي خبطتها لي على حافة السرير، وقرب قسمت لي راسي. عادي السلسلة تعوض لي يا راسي. انا ضربتك، مديت يدي عليك قمر، قولي جاوبيني. هزيت له براسي لا، اما دزيتني على راسي برك منا ومنا وخبطت على الحيط. هذا ما كان مدرت والو. الحاج موسى هو موسى الحاج. لما طبعتكش مستحيل الوجه هذا يتضرب ويتخبط من نيتك. من الصدمة عشيت في اثنين، كيف انسى باللي دزني على السرير وخبطني على الحيط. والمشكل كان متفاجئ ومش مصدق، ومتأكدة انه صح انسى ومكذبش عليا. اصلا هو شحال من مرة يقول لي نكره الكذب والكذابين، يعني مستحيل يكون قاعد يكذب عليا. طلعت روحي هكذا شوية قلت صدام انسى وش وقع كامل، وروح لخدمتك صاي انا يا نسيت. ابقى يشوف معايا بشكل كبير، وباين وراه من خزرت عينيه. قبل ما يقرب مني حط يديه هكا على راسي وباس لي شعري. مستحيل اذيك، مستحيل مستحيل. هزيت له براسي ايه، واللي في قلبي شيء مختلف تماما. يا ربي روح اخذيني برك برحمة الوالدين، خليني نخمم ونلقى حل لعمري. قربك هذا راح يجهني. قال لي مازالكي زعفانة مني قمر؟ ما كان له تنكري قولي لي واش حابة ندير لك باش ترضي عليا. ما نقدرش نمشي ونخليك زعفانة ورايا. قلت له ما حابة والو، حابة نحط راسي على الوسادة ونرقد. هزز لي براسو هكا ايه، وقرب مني مددني على السرير وغطاني. كان يعاملني كيما الطفلة الصغيرة، كأنه حس بالشي اللي راهو قاعد يدور في بالي. طفى الضوء وخرج من البيت. ايو، خذيت نفس طويل شهيق زفير. تربعت أنا ناحية السلسلة اللي جابها لي، لوحتها على الأرض. متخيلتها كي شغل حبل ذهبي محاوط رقبتي ويخنق فيا. وش بيه هذا من نيته حب يشيني بدراهم ولا كيفاه. متكية براسي على حافة السرير، وراسي يوجع فيا وعقلي بعيد نسمع فيه يحكي مع عمته. قلت لك ما تصلحش تخايلي اني دزيتها وما جبتش الاخبار لعمري. راكي معايا يا عمتي. ضربت راسها على السرير وقالت لي ضربته على الحيط وانا ما نجيب الاخبار.
كون جيت في بلاصتها ولا غير نخليها. عرفت برك باللي راهي تهدر في التليفون درت كامل هكذا، بالك راهي تهدر مع خوتها مع صاحبتها. غلبني الشيطان كي كنت هنا جامي صونة تليفونها وهدرت إلا مع خوتها مرة واحدة مع الشمس، والنيميرو اللي دخلني مشي تاع صاحبتها. ايه يا وليدي وبالك بدلت النيميرو تاعها تصرى. والله يا صدام مستحيل تجو مع بعض، تصعيب وتعرف روحها كيفاش داير، وهي طايرة وبنت لي ماشي من النوع اللي يصبر. مانيش نقولك ماشي مليحة، بصح انت ما وهي ما توالموش، انت ما توالمكش. غمضت عيني حاطة يدي على قلبي. يعطيك الصحة يا عمتي. فكرت انه ممكن يكون تأثر بكلامها ويقبل يفسخ الخطبة ويخليني في حالي. اما تصدمت صدمة عمري لما جاوبها غير هي اللي توالمني ومنش راح نسمح فيها. مستحيل مستحيل نتخلى عليها. قالت له يا صدام وليدي ما تقولي والو عمتي، تعرفي هي حجم حبك ومعزتك عندي، ومالف ناخذ رايك في كل شيء ونمشي به. بصح باش تقولي لي خلي قمر ويديها واحدة اخر غيرية، مستحيل والله غير نعرف نديها بالسيف عليها. دايها دايها. وليت نندب انايا في حناكي. واش داك يا قمر؟ لصق فيك لصقة تاع كلاب واش يخلصك منه ضركا. بعد ما كنت انايا نطيح فيه ونتفنن في الجرجير معاه ونغوي فيه باش نحكمو يتزوجني. عشيت ناكل في صوابعي بندامة، ما درت للوقت حساب وما دريت والو انه يصرح فسا كيما هكا. قريب افتح لي راسي الراجل بلا ما هو جايب لي خبر. كون فتحوا على نصين كحبة الدلاع، واحد ما يجيب لي خبر. كون كاش ما ندير يعلقني والله بهذيك الحبيلة. يا ربي يعني خايفة لا يقتلني من بعد كي نموت يولي يهدر مع جثتي. اواه يا قمر، طحتي طيحة وواحد ما سمع عليك وانا في اعز ريحتي. قفزت هكا من صوته. قمر راكي راقدة؟ رجعت تكسلت وغطيت راسي. فتح الباب قمر، راني رايح هكذا ويا ربي لا لحقت كي نوليو نتزوجوا. وهذه المرة جيت تسونامي وما تحبسنيش. على بالي راكي فاطمة، بالك ديري كاش حاجة ورايا وتكسري لي راسي، وابا لك تكسري لي ظهري. تكسرت بزاف من قبل، وانتي العمود اللي راني واقفة عليه حاليا. كان قلبي مقفول حتى جيتي انتي وفتحتيه وقلبتي كل حساباتي وعطيتني امل جديد بعد ما كنت فاقد الامل في كل شيء. بقيت نسمع برك ما رديت بوالو بولا كلمة. قال لي اذا احتجتي اي شيء قولي لعمتي، ما تحشميش كاش ما اسحقيتي عيطي ليا. نفس الشي ما رديتش عليه. بقى واقف 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 ما عرف واش يدير، ولا خرج من البيت وراح. بقيت على نفس الوضعية ما تحركتش حتى سمعت صوت طوموبيل توا ديمارات. تربعت نرد في النفس واخيرا راح. وجوده دخلني في ارتباك، وترني دخلني في بعضايا خنقني قتلني يا ابن عمي هذا. لعبت كيفاش داير. رفدت تليفوني وسكرت الباب. روزا، الو روزا. قمر وش به صوت كذا؟ وليت نبكي ونحكي لها قاع وش صرالي. قلت لها خلاص ما رانيش حابة نتزوج به، كان يقتلني كيفه. وهذا وين راني في البداية تاع العشرينات ومشي حابة نموت ضركة. عاونيني يا روزا، ما عندي حتى واحد من غيرك انتيا، راني ضايعة وخايفة نفس الخوف اللي كان ساكني كي خرجوني من دارنا. خايفة نتلاح في الشارع. قالت لي يا قمر راكي تبكي من نيتك. قمر اللي نعرفها قوية وما تبكيش. وليت نخبط في راسي، واش حبتني ندير يا روزا؟ قولي لي برك واش ندير. وعدت شمس اني نجيبها عندي. كنت فرحانة والدنيا ماشي واسعتني. فرحتي كانت انها شايفته احسن راجل في الدنيا وعوضني انا واختي يا ربي بيه. بصح ظهرت غالطة، كان لازم نفيق من أول لا نهار شفتو فيه وبقى يلمح لي أنه حياته مقلوبة وماهوش إنسان عادي كيفنا، ماهوش إنسان سوي. واش قالك؟ حاولت نسترجع الأحداث نسيت. المهم قال عنده حاجات أولى وخاصنا نأجلوا علاقتنا حتى يريق لهم.
وقال رايح يداوي عقله. وليت نضحك وسط الغمة والقهر اللي كنت فيه. ما تقوليش عليه هكذا، هو برك موسوس زيادة ويتقلق في ساعة ماشي مهبول. نضحك، شفتي كيفاه تدافعي عليه؟ الحب لا يؤجل قمر. كي يدق بابك يفوت ديريكت ما يستأذنش، ما يحوش يفهم على ظروفك. زعما الحق نحبوه في مدة صغيرة هذه كيف هذية؟ راكي طايحة لشوشتك ماشي حبيتيه برك. ما أعرف بصح إذا صح الحب هذا راح يدمرني، كيفاش ندير معاه؟ قالت لي انتي شوفي من كل الجوانب ماشي فقط هذا الجانب منه برك. شوفي المعاملة تاعو حوايج بزاف بزاف شوفيها ولاحظيها. قلت لها شفت بزاف جوانب ملاح منه، هو رجل ونص، بصح الجانب هذا بالنسبة ليا غطى على كل شيء. روزا ما تأمنيش شحال خفت وارتعبت منه. يومت بالخلعة، ولا وحش ما ولش صدام اللي نعرفه. ودخلت في بعضايا، دايما نتخايلو هو يخنق فيا بالحبل. تخيلي نحلم به يديرلي ذا الشي، خايفة ولا يقتلني. قالت لي يا عمري انتي كيف هذه يخنقك؟ علاه حاسبتيها سايبة؟ والله وش بيك؟ خلاص لا مصر على قرارك، اروحي اقعدي معايا هنايا حتى نلقاو دار ونكرمها. ايه هذا هو اقرب حل الذهني حاليا. ما نقدرش نقعد عند عمته، اصلا والله ما جاية. كون ماشي الدنيا الغدارة ما نبقاش عندها. ما تقلقيش روحك قمر، كلش راح يكون مليح. تفكري بلي راني معاك دايما، انا ولميس. صح لميس. وليت نتبسم وحدي وحدي. من بعد طمنيني عليها وش راهي؟ الماستي الحلوة ربي شافيها. قالت لي راهي لاباس، اروحي عندي باتي هنايا والصباح نبكرو. اوكي الشابة تاعي، نروح نوجد الملف تاع لميس باش نديها غدوة للطبيب. ايا باي قمر. باي روزا. كي تكملي عيطي الشمسة، طمنيني عليها. خايفة نعيط لها وتقولي وين تا تجي تديني. اوكي كونك هانية، نكمل اللي في يدي برك ونعيط لها. كوبيت عليها ونط من بلاصتي ليمت قاع واش شرالي. درتهم في ساشي، مع كل قطعة كنت نحط معاها قطعة من قلبي. ما كنتش فرحانة اطلاقا. كلامه مازال برك يدور في ذهني، خصوصا كيما قال لي ما تكسرينيش. وانا راح ندير العكس. اسمح لي يا صدام، حبيتك وتعلقت بيك ورسمت بزاف حاجات معاك. بصح كيما قالت عمتي ماناش رايحين نتوالمو، ما نقدرش نعيش في الضغط انايا. واصلا انتي بنفسك مستعرف بلي ماكش مستعد للخطوة هذه. كملت شفت مع الخاتم اللي في يدي، حتى هذا حكايته حكاية. قال لي مدهولي انسان عزيز عليه، وصاه يمدو الشخص اللي يستاهله. خيرني أنا من بين الجميع، والمقابل راني رايحة نخليه في بداية الطريق. أفكار تديني، أخرى تجيبني. حرت واحترت، عقلي يقول لي روحي وقلبي يقول لي أبقاي. قويت روحي، درت شهيق زفير، نفست بالقاوي، غمضت عينيا ونحيت الخاتم ورديته لباته وحطيته مع الباقي ونط خرجت برا. صبت عمته في الكوزينة الدوزن في العشاء وعقلها بعيد. قالت لي نوضتي يا قمر؟ ما كنتش حابة نوضك، قلت خليها في راحتها. طاحت عينها على يدي، فاقت بلي نحيت الخاتم بسكم اللي داره لي في يدي جامي نحيته من يدي. نرقد به نوض به حتى كي نخدم الشغل ما نحيهش. حمحمت وقعت على الطابلة. قلت لها يعطيك الصحة على كل شي، عمري ما راح ننسى خيرك معايا ولا وقفتك معايا. ربي يقدرني إن شاء الله ونرد لك خيرك كامل. ما خلتنيش نكمل كلامي. ما تقوليش هذا الكلام يا قمر، كي تقولي هكذا تحسيني بلي راكي ثقيلة عليا. صدقيني راكي خفيفة، يعني خفيفة، خفت الريشة. دخلتي داري من الباب الواسع، تبسمت هكا وراني رايحة نخرج من الباب الواسع. غدوة تجي صاحبتي روزا وندو بنتها للطبيب الفلاني، بعثوها ايرجونس ليه ونرجع معاها. حطت البرمة وقربت مني. علاه يا قمر؟ يا قلت لك حتى لو
حبستي مع صدام تقدري تبقاي هدايا كيفاه يخليني ضميري نرقد وأنا يا رامية طفلة كيف الوردة للشارع. جامي ومستحيل نقبل هذا الشي. تقعدي هنا شديت لها يدها يعطيك الصحة عمتي. أما أنا ما نقدرش نقعد هنايا والله ما جاية كامل. وزيد منشي رايحة نقعد في الشارع رايحة نبقى مع روزة صاحبتي في دارهم. ولهنا نكونوا كملنا الجزء تاع اليوم نتلاقاو في الجزء الجاي إن شاء الله. ما تنسوش لي من الكومنتات تاعكم الشابين كيما قلت لكم تلقاو الجزء الجاي راح نحط لكم في التعليقات وفي المنشورات. شوفوه البنات ولا في قوائم التشغيل اكيد راح نحط لكم وتلقاو الجزء كامل ان شاء الله وجميع الاجزاء اللي راح نحطها. باي باي وتهلاو في رواحكم.